اهلا بيكم حبايبي ملح الارض. النهارده معانا نشرة اخبارية لملح الارض. معلش طبعا اتأخرنا عليكم شوية، لكن جايب لكم اخبار حلوة ومفرحة. طبعا بكرة نقعد جنب الحيط ونسمع الزيت. هو احنا لسه هنسمع بكرة؟ ما خلاص، ده النهارده جماعة قصد او قوات سوريا الديمقراطية ولا مؤاخذة اعلنت انتهاء الهدنة اللي بينها وبين جبهة تحرير الشام. يعني ايه الكلام ده يا نجم؟ يعني الجامعات دي هتنزل دب في بعضها من النهارده حضرتك. وطبعا مفيش جيش سوري. خلاص الجيش السوري عليه العوض. لو كان موجود كان هو اللي هيقف يحمي الشعب السوري، لان المفرمة هتبدأ. لا استنوا كمان، ده انا عايزكم تدوهم شهر واحد بس وتحضروا كده اللب والسوداني والفرفشة مع التسالي، وفي الشتاء الجامد اللي جاي دوت هتتفرجوا على احلى فيلم هندي في سوريا حقيقي. بس احنا كمصريين نتمنى ان ربنا يخلف ظننا والجولاني ده يحول سوريا لهونج كونج. هو احنا نكره؟ ابدا. بس التاريخ بقى بيقول مفيش ارهابي بيبني بلد حضرتك، هما متربين على التدمير وبس. عشان كده بقى الحكومة المصرية طلعت قرار سيادي فورا بمنع دخول اي سوري مصر غير بموافقات امنية. هتقول لي بقى سوري معاه الجنسية امريكية، هقول لك ده عند ام ادهم. هتقول لي سوري ومعاك شنجن وجاي من اوروبا وبتاع وجلسانك، اقول لك لا يا حبيبي ده عند ماما. هتقول لي اصل انا متجوزه مصري، هقول لي خدي المصري معاكي وروح عند الجولاني حبيبك. اي سوري في اي حته في الكوكب بقى ممنوع يدخل مصر حتى اشعار اخر. واي سوري عايز يخرج مع الف سلامه والقلب ده عيلة. بالمناسبه يعني اي سوري هتنتهي اقامته هيتم ترحيله فورا، ولم يتم التجديد ليه. خدوا مني الخبر ده. عرفتوا بقى ليه الحكومة من 6 شهور كانت شغالة على تسجيل اللاجئين، ومن شهرين عملت قانون لتحديد علاقة اللاجئ بالدولة، وانتوا قعدتوا تهاجموها؟ سيبكوا بقى من ايه سوريا والهري اللي بيحصل والجولاني، والجولاني إيه اسمه الشرع ولا اسمه الجولاني وهو مين؟ خلينا في اخبارنا المفرحة في كوكبنا، كوكب مصر العظمى. هحكي لك حاجة محدش هيقولها لك في حتة تانية، بس عند اخوك الخبر اليقين. المغرب، ايوه دولة المغرب يا حبيب اخوك. المغرب بقى عايزة تعمل قطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء. ما قالوش معنى يعني السيسي يعمل في مصر شبكة قطارات فائقة السرعة واحنا لا. صرم بعيد عنك، صرم بعيد عنك. وزارة النقل والمواصلات المغربية طرحت مناقصة عالمية وتقدم لها 6 شركات عالمية لتنفيذ المشروع. تخيل بقى يا مؤمن، شركة المقاولين العرب المصرية هي اللي فازت بعقد التنفيذ، أو ربنا زي ما بقول لك. والمقاولين العرب هي اللي هتنفذ قطار فائق السرعة في المغرب بين الدار البيضاء وطنجة. الدولة المصرية والشركات المصرية بقت عملاق عالمي، بس بشويش، بشويش وبدون دوشة، علشان أهل الشر بيزعلوا. طب القصة تخلص على كده؟ أبدا. أوغندا بقى عايزة تبني استاد عالمي ومدينة أولمبية عالمية في مدينة ليرا الأوغندية. الدولة الأوغندية عملت مناقصة عالمية وفاز بيها شركة سامكو الوطنية للإنشاءات المصرية بعقده يقدر ب 470 مليار شيلين أوغندي. يعني دول كام يا نجم؟ حوالي 129 مليون دولار. وهيتسلم خلال 20 شهر حضرتك. القصة تخلص على كده؟ ابدا. تشاد، دولة تشاد عايزة تعمل جامعة. قامت شركة المقاولين العرب بتبني لهم فرع جامعة اسكندرية في العاصمة انجمينا، طب بيطري وكلية زراعة على مساحة 4000 متر. مش تشاد وبس، لا حضرتك، وجامعة اسكندرية بتبني كمان فرع ليها في دولة جنوب السودان.
انت مش مسيطر بس على افريقيا اقتصاديا وعسكريا، لا حضرتك، انت كمان بتسيطر علميا، وده اقوى سلاح حضرتك. التكامل بين مصر وافريقيا اشقائنا علميا وثقافيا وفنيا ده مهم جدا. طب والقصة تخلص على كده؟ برضو ابدا. الكونغو، ايوه الكونغو، بلد جilberto وقافلين وبالواد بتاع الاهلي ده. نهر الكونغو العظيم، او مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل. في الكونغو بقى المصريين بيبنوا وزارة الدفاع الكونغولية بنفسها، وكل شبكة الطرق والكباري في الدولة الكونغولية. ومش كده وبس، شبكة الاتصالات هناك حضرتك، يعني انت اخدت البلد من بابها. احنا لسه كمان هنفاصل، ناخد ايه ونسيب ايه؟ ناخد كله بأمر الله. طب والموضوع يخلص على كده؟ لا، في كوت ديفوار، بلد دي ركبة. شركة المقاولين العرب بتبني هناك أكبر شبكة صرف صحي في تاريخ الكوت ديفوار، وبتبني 6 محطات معالجة صرف صحي في أكبر 6 مدن رئيسية هناك، اللي هم جنيوا، دلوة، سوبري، سجويلة، مان، وديني. انت متخيل يا مؤمن؟ مصر هتسيطر على شبكة الطرق الصرف الصحي والمية في دولة كاملة وكبيرة زي كوت ديفوار. مش بقول لك مع قائد مش هتقدر تغمض عينيك. مدغشقر، شركة سامكريت ايجيبت المصرية بتنفذ أكبر شبكة طرق في مدغشقر وأوغندا والكونغو. بكام يا شقيق؟ المجموع الكلي ما شاء الله لا قوة إلا بالله $1,000,000,000. سامكريت بقى بتنفذ في مدغشقر أطول طريق سريع عندهم، حاجة كده زي طريق مصر اسكندرية الصحراوي. طب والقصة والحدودة تخلص على كده؟ لا، لسه معانا تنزانيا حضرتك. شركة السويدي إلكتريك بتبني هناك أكبر منطقة صناعية في تنزانيا، وهتنتهي منها في 2025، وهيشتغل فيها 50,000 تنزاني. يعني انت بتسيطر على مصانع دولة كاملة، هتنتج وتصدر لمصر عشان مصانع السويدي في هنا في مصر تكمل تصنيعها وتصدرها لأوروبا. أيوة زي ما انت سمعت كده، هتبقى عبارة عن سلسلة إمداد حضرتك. طب أقول لك على سر محدش هيقوله لك غيري، أنا بس النجم اللي هقوله لك. مصر بتعمل النمور الأفريقية مع دول أفريقيا زي النمور الآسيوية كده. طبعا كل اللي حكيته لك هيجي واحد ولا مؤاخذة ملعوب في أساسه ويقول لك أصل السيسي خايف من اللي بيحصل في سوريا. ده بقى تبوسه وتركنه جنب الحيط. ما هو برضه في الأول وفي الآخر دي نعمة ربنا، ربنا خلقها كده، حاجة كده زي ما خلق الحمار عادي. بس الحقيقة إن الناس دول ما بيشغلنيش رأيهم، أنا عارف هم مين وعايزين إيه. إنما اللي مضايقني فعلا إن 70% من الشعب المصري ما يعرفش حاجة على الإنجازات دي. ده اللي مضايقني فعلا، وفاكر إن دولة السيسي ما بتصنعش حاجة، وإن معظم الشعب المصري كل اللي يعرفه عن السيسي إنه بتاع طرق وكباري وبس. ولما تيجي تتكلم معايا حد يقول لك وهي مصر وتصنع إيه؟ لا يا حبيبي، مصر دولة عظمى، ومنيمة القارة من المغرب، ومسيطرة على كل دول أفريقيا اقتصاديا وعلميا وسياسيا وعسكريا. وأنا بنتع وبقالي 12 سنة وعمال أقول لك مع القائد مش هتقدر تغمض عينيك، بس أنت اوعى تروح أي حتة. والقائد قالها العافي محدش ياكل لقمته. انتوا بس تخليكوا على قلب رجل واحد، ونشوفكم إن شاء الله في نشرة إخبارية جديدة. والقوي الأمين رزق.